الفترة الأخيرة كل ما أجي أعمل حاجة ألاقي صاحبنا دوت يجي ويجيب معاه أعوان ويبوظوا لي اليوم بتاعي، وبيخلوني يا إما أستلم أول سرير وفي إيد الموبايل يا إما على أول كنبة وبأنتخ عليها. فأنا معاكم النهاردة عشان نعرف شوية حاجات هنقضي بيها على الكسل تماما. فيلا بينا بقى وبدون مقدمات كتير نبدأ الفيديو بتاعنا. ومن داخل غرفتي الصغيرة أحدثكم عن الكسل. فيلا روح شوف الانترو وارجع لي تاني. من 3 ايام بالظبط كنت اهتميت قراءة كتاب الحرب على الكسل للدكتور خالد ابو شادي، وبصراحة الكتاب ده جميل جدا واللي بيتكلم فيه عن اسباب وحلول الكسل. فممكن تعتبر الفيديو دوت ملخص سريع للكتاب. ونبتدي باول حاجة معانا وهو تعريف الكسل. الكسل هو التثاقل عن فعل شيء ينبغي عليك فعله مع وجود القدرة على القيام بهذا الفعل. يعني حاجة انت بتكون تقلان تقوم تعملها بسبب انك بتبقى خايف من المجهود اللي هتبذله فيها، وانك كمان بتكون خايف تفشل في الحاجة اللي انت بتعملها. فهل هي دي كل اسباب الكسل ولا الكسل ليه اسباب تانية كتير احنا ما نعرفهاش؟ يا صديقي، الكسل ليه اسباب تانية كتير زي سوء التغذية والنوم القليل، وعلى العكس كمان النوم الزيادة بيسبب كسل ما بعده كسل. وكمان الشيطان بيستهدف العبد وقت نومه فبيعقد على رأسه 3 عقد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم لقوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ومعنى الحديث يا صديقي هو واضح جدا، وهو إنك لو عايز تصحى نشيط لشغلك أو لمذاكرتك فاصحى واذكر الله قبل ما تقوم من على سريرك، وبعد كده قوم اتوضى وصلي الصبح، وإن شاء الله هتبقى في كامل نشاط، وبكده هتبقى قدرت إن أنت تتخلص من هجمات الشيطان عليك بقية اليوم. وعلى فكرة مشكلة الكسل دي مش أنت لوحدك حالة خاصة ولا حاجة، ده كلنا كده. وده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ دايما وبيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. وبكده نكون قدرنا إن احنا نقول أسباب الكسل وأول علاج ليه، وطبعا اللي هو إنك تصحى وتتوضى وتصلي وتذكر الله، وطبعا لازم تدعي ربنا إنه يوفقك في بقية اليوم بتاعك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فما تكسرش إنك ترفع إيدك للسماء لعلها تكون كلمات مستجابة. والحل التاني من حلول الكسل هو إنك تبقى محدد هدفك وتبقى عارف أنت فين وعايز توصل لإيه، وهو بكل بساطة لأنك لما بتكون ماشي على الطريق وعايز توصل لمكان معين وبتفتح جوجل مابس فبتحدد المكان اللي انت رايحه وبتبتدي تدور على اقرب طريق يوصلك ليه، ولازم تبقى ماشي على لوكيشن معين علشان توصل للوجهه بتاعتك او المكان اللي انت رايحه. واللوكيشن ده بقى هو الخطه اللي انت لازم تعملها لهدفك علشان توصل للوجهه بتاعتك في سلام. وخليك عارف ان الرؤيه الواضحه للهدف بتاعك هتختصر عليك مسافات كتير قوي، وكل ما تلاقي نفسك زهقت او رجعت تكسل تاني فقوم صلي ركعتين وجدد نيتك، وان شاء الله ربنا هيوفقك في اللي انت عايز تعمله. وتالت حل معانا واللي مرتبط بالحل التاني شويه وهو اليقين بالجزاء، وتبقى عارف ان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وانك ما بتعملش ده كله من فراغ. يعني ممكن تكون بتعمل حاجه انت بس اللي شايفها مفيده وكل الناس بتسخر منك، بس هي مفيده فعلا. فعلشان كده بقول لك كمل وتوكل على الله، وان شاء الله ربنا مش هيضيعك تعبك. وكمان لو الطريق طول عليك فتاكد ان كرم ربنا قريب منك، وافتكر قول الامام ابن الجوزي رحمه الله قال: من تخيل الثواب خف عليه العمل. وبرضه خليك عارف ان زي ما في ثواب في عقاب. يعني لو كسلت عن الحاجة اللي ربنا امرك بيها زي الصلاة مثلا او الشغل اللي وراك فانت هيبقى ليك عقاب. واهم حاجة بعد الكلام ده كله هو الحل الرابع، وهو انك تحاسب نفسك وتكون رقيب على نفسك وتشوف انت عملت ايه في يومك وقدرت تنجز ايه. وعلى فكرة محاسبة النفس دي لون من الوان متابعة الاهداف. وافتكر ان احد الصالحين كان بيقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه اجلي ولم يزداد فيه عمل. وانت لما تقعد مع نفسك كده وتشوف يومك عدى في ايه هتقدر تكتشف نقطة قوتك ونقطة ضعفك. يعني هتبقى عارف ان انت قدرت توصل لجزء معين من طريقك بس في معوقات كذا وكذا وكذا وقفتني النهارده وضيعت لي الوقت بتاعي، زي مثلا السوشيال ميديا وحاجات تانية ملهاش لازمة. فلما هتحاسب نفسك هتاخد جرعة حماسية كده انك تحطم وتبعد الحاجات دي كلها بعيد عنك، وهترجع تاني تكمل طريقك بكل حماس. ولو عايز تزداد حماس اكتر فارجع اقرأ قصص الصحابة والتابعين والناس الصالحين دول واللي حققوا احلامهم وحاول تعمل زيهم. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم اقولها لك، وهي انك ما تقارنش نفسك بحد. ولو عايز تقتدي بحد وتاخده قدوة ليك فمن باب اولى انك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واحد الصالحين كان بيقول: ان رسول الله هو الميزان الاكبر فعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه فهو الحق
وما خالفها فهو الباطل. فخلي قدوتك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما تقارنش ولا تشبه نفسك بأي حد. والحل الخامس معانا وهو الموعظة وطلب النصيحة. ربنا قال في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني لو حد جالك وطالب منك نصيحة، او انت شفت واحد صاحبك متضايق من مشكلة معينة بتقابله، فحاول انك تهون عليه وما تحبطوش، وانك تقول له كلنا زيك وان احنا كلنا كده. لا، اديله فعلا حلول عملية. وحتى لو انت ما عندكش حلول، يعني حاول تساعده باي كلمة ايجابية. يا عم على الاقل حاول تدعي له. لكن انا مش جاي لك علشان تقطمني وتسمعني كلام سلبي. يعني انا لو عندي مشكلة وجاي لك تحلها لي، او جاي اخد منك حل، يعني مش عايز منك كلمة سلبية توجع لي ودني. فمش هاجيلك عشان تعزيني وتبكت فيا. ولو انت عندك مشكلة، فشوف حد من صحابك يكون مقرب ليك ويكون كويس، وروح احكي له وفضفض معاه، ولكن كل ده بحدود. وهنا نتنقل لنقطة تانية حابب اوجهك ليها يا صديقي، وهي انك حاول تختار صحابك الكويسين وتبعد عن اللي ماشيين في سكة مش بتاعتك، يعني السكة مش شبهك. وافتكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول: اللهم إنا أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. ونتنقل للحل السادس والحل الأخير معانا، وهو ما تحاولش انك تحبط نفسك وتقول لنفسك انك كسلان او مش هتقدر تعمل الحاجة دي، او تقول انك زهقت ومش هتحاول تاني، وكل الكلام دوت ملوش لازمة. ولكن حاول انك تشجع نفسك بكلمات ايجابية زي ان شاء الله انا هحاول وربنا معايا. طمن نفسك كده وقول انك هتتخلص من الحاجات اللي انت بتعملها بتضيع لك وقتك. وبرضه تاني هقولها لك يا صديقي، ما تحاولش انك تحبط نفسك. وبس لغايه هنا تكون انتهت حلقتنا. ولو وصلت لحد هنا فقول معايا الدعاء قبل ما تقفل الفيديو: سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وما تنساش لو عجبك الفيديو فانزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه علشان يوصلك كل جديد. وشكرا للمشاهده. كان معكم يوسف عبد الرازق من قناه مثلث الثقافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.